السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وكامل في صحة جيدة يا رب. وصفتنا تاع اليوم اللي راح نديروها مع بعض هي وصفة بسلات مسو. هاد الوصفة تجي بزاف بنينة، طريقة التحضير تاعها جد سهلة. نبداو على بركة الله في المقادير. واش راح نحتاجو هنايا كمقادير؟ عندي 250 غرام تاع زبدة، لازم تكون طرية. راح ندير لها رشه تاع ملح، زدت لها كذلك زوج مغارف صغار تاع لافاني، تقدروا ديروا لها نص مغرف كبيره تاع لافاني. ودرت لها هنايا راح نحتاج 3 صفار تاع البيض. عندي هنا 4 مغارف كبار نتاع سكر ناعم. وراح نخلطوا هنايا المكونات كامل مع بعضهم، لازم تخلطوهم مليح مليح حتى يضاعف الحجم تاع الخليط تاعنا. تقدروا هنا تخدموا غير بيدكم اذا ما حبيتوش تخدموا بالباتر. من بعد هنا راح نزيد، عندي مبشور حبه تاع ليمون كبيره، كنت بشرتها، انا لقيت غير الليمون الاخضر، انتم اذا لقيتوا الليمون الاصفر راح يكون احسن. وراح نزيد هنا عندي لا باتاغوم نتاع الليمون الاصفر، يعني اللي يكون اصفر ماشي ابيض، باش يعطيني اللون وكذلك النكهه. من بعد راح نزيد هنا عندي مغرف كبيره نتاع لا مايزينا. وعندي هنايا اللوز كيما راك تشوفوا محمص بالقشور تاعو ورحيته. درت هنايا كاس. نتوما اذا حبيتوا ديروا باللوز ديروا، ولا ديروا بالكاوكاو، حبيتوا ديروا بالجلجلان ديروا، يعني اي نوع من المكسرات حبيتوه، ولا تقدروا ديروها بالجلجان وحدها، كيما تقدروا تستغنوا عليهم كامل. ديروا هاد المقادير اللي كنت ذكرتهم كامل، ما عدا المكسرات تقدروا تستغنوا عليها. بعد هنا زدت شويه تاع فارينه، ودرت 4 مغرف صغيره نتاع خميره الكاطو اللي هي خميره الحلوى كيما راك تشوفوا. ونبداو نضمو في الخليط تاعنا بهالطريقه. راح نتحصلوا على بات سابلي تكون بزاف طريه. كيما راك تشوفوا نجمعها بهالطريقه، تخليوها لازم طريه بهذا القوام باش تجيكم يعني صح تذوب في الفم، تجيكم بسولات مسوع على حقها. من بعد هنا راح نشكلها انا بهالطريقه، راح ندير انبوده ونقطعها. هنا البوده تاعكم ديروه شويه رقيق، لانه من بعد راهي فيها شويه تاع الخميره. من بعد راح تزيد تطرح معاكم، يعني راح تتنفخ شويه في الفرن. هنا كنت جبت هذا الطابع نتاع المقروط وطراسيت به برك. من بعدها راح نجيب لاكوبات ونقطعهم كيما راك تشوفوا هنا، ما تكبرهمش بزاف، قلت لكم راه يزيد الحجم نتاعهم. من بعد هنا راح نجيب نعدلهم بهالطريقه، وراح ندخلهم الفرن يطيبوا معايا. شعلوا لهم من تحت برك، من بعد كي تشوفهم بلي حماروا شويه زيدوا شعلوا لهم من الفوق. تقدروا طيبوهم من درجه حراره من 180 درجه حتى 200 درجه، كل وحده والفور تاعها. وقت الطياب ما يشدلكمش بزاف، من با واحد 10 دقائق وهي طيبه معاكم. كيما تشوفوا نعدلهم وندخلهم يطيبوا، ولازم تعسوا لهم الطياب تاعهم، ما تغفلوش عليهم. من جهه هنايا راح نوجد الشربات. عندي كيله تاع سكر مع 2 كيسان نتاع ما، ولا 2 كيلات. راح ندير لهم طرونش تاع قارص ونخليهم يطيبوا، هما يرفدوا الغليه، وانا نبدا نحسب لهم 10 دقائق ونطفي عليهم، ضروري يبردوا معانا. من بعد هنا كيما شفتوا الشربات بعد اللي طابت، زدت لها شويه تاع لا باتاغوم نتاع الليمون باش تزيد تعطي لي النكهه تاع الليمون. كيما راك تشوفوا هنايا الحلوى تاعنا راهي طابت، ضروري كذلك تخليوها تبرد مليح مليح، لانه راهي تجيكم بزاف بزاف. خليوها تبرد، من بعد رايحين نشربوها بالشربات ونخليوها تقطر مليح. من بعد باش نبداو نديرو فيها في السكر ونسكروها. هنا في هذه المرحله اذا حبيتوا انكم تخدموا كونتيتي كبيره وتخبيوها، ولا خدمتوها وخفتوها زعما تيبس معاكم هذاك السكر يتحجر، ولا ديروها في بورتمونجي، سكروا عليها مليح باش ما يدخلهاش الهواء، وخلوها يبقى لكم مثلا يومين ولا باش تسربيوها، ولا نهار تجبدوها تشربوها بالشربات وتسكروها بهذه الطريقه. راح تزيد تتبسس معاكم وتولي لكم طريه اكثر. كيما راك تشوفوا هنا درت كميه تاع سكر وغطيتها مليح بالسكر كلاصي بهذه الطريقه، وخليوها. انا كنت خليتها تقريبا واحد 20 دقيقه حتى لربع ساعه وهي تتشرب مليح. من بعد اللي تشربت معنا هذاك السكر كيما راك تشوفوا رايحين نبداو نسكروا فيها، يعني طريقه التسكر عادي كيما نسكروا مقروط اللوز، كيما نسكروا تشارك، يعني حاجه عادي. كيما راك تشوفوا هنا نحيو هذاك الزائد تاع السكر، نحاولوا نليسيو الحبه تاعنا مليح. شوفوا هنا الحجم تاعها كيفاش زاد. قلت لكم هنا ما تكبروهاش بزاف، لانه راهي تزيد فيها البيض وفيها الخميره شويه، راح يزيد الحجم تاعها. تسمى كي ديروهم نتوما شويه صغار مع يزيدوا في الفوق، هذيك هي تجيكم الحبه سوا سوا. كيما راك تشوفوا الشكل تاعها يجي ما شاء الله، انديغي مقروط تاع اللوز. ديجا فيها اللوز وفيها الريحه تاع القارص، تجي ما شاء الله. تقدروا تقدموهم بهالطريقه ولا تكملوا التزيين. انا عندي هنا المول هذا تاع لاباتا سكر كنت خدمت به، من بعد كنت فوت عليهم بالناكري في الدوغي.
ومن بعد راح نزين بهم بهذه الطريقه. نتوما اي رشمه حبيتوها ولا اي موتيف حبيتوه ولا تقدروا تقدموهم يعني هكا سامبل ديجا وحدهم، راهم يجوا بزاف بنان ويجوا خفاف وطريين ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم لا غوسات تاعنا تاع نهار اليوم. هنا راح نكمل التزيين. هنا كنت درت شويه تاع سكر وشويه تاع شربات، خلطتهم مليح مع بعضهم وراح نركب به لي موتيف هذوما كيما راك تشوفوا بهذه الطريقه، لانه لي موتيف هكا ما همش راح يركبوا على السكر، لانه من بعد كيما شفتوا كي مسحت هذاك السكر كامل عاودت سبوتريت شويه هكا، رشيت شويه تاع سكر من الفوق، دونك مش راح يركب معاكم. هنا راح ندير شويه من هذاك الخليط تاع السكر والشربات ونثبتهم بهذه الطريقه راح يتفكسوا معاكم. وهذا هو التزيين اللي اخترته انايا، وانتم اكيد التزيين اللي حبيتوه راح نديروه. شوفوا الشكل تاع حاجه ما شاء الله، كي تحطوها في الطابله تاعكم راح تجي بزاف هايله. انا اكيد بزاف بنينه ولازم نقسمها لكم كيما راك تشوفوا. شوفوا تجي طريه ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم وتجربوها. كيما قلت لكم كذلك تقدروا تستغنوا، قلت لكم هنايا على المكسرات كامل ولا على الجلجلان، ولا تقدروا ديروا غير بالجلجلان وحده كيما حبيتوا، ولا تقدروا ديروا غير لاباط بلا مكسرات بلا جلجلان. بزاف بنينه هاد الوصفه، غير تجربوها. ان شاء الله تكون عجبتكم، وما تنساوش تخليوا لي جيم وكومنتير شباب كيما نتوما، وبارطاجيو لا فيديو فرجه ممتعه في وصفه اخرى ان شاء الله. سلام.